يعني هو يجرى حاجه لو الاهلي النهارده اتعادل 1-1 وكمل بقى بقيه الفرحه؟ والله العظيم ما هيحصل حاجه، قسما بالله بجد يا اهلي اتعادل بس 1-1 والله مش هيحصل حاجه. يا اخي ده احنا ما كناش عايشين وربنا، والله العظيم ما كنا عايشين، ده احنا كان معانا يعني كان بيدربنا سباك سباك حرفيا. طب ما هي سهله يا جدعان، طب ما هي سهله، اما ليه كانت متصعبه علينا؟ يعني حاجات زي دي بتثبت لك ان العند مش حاجه حلوه، ان انت تصر على مدرب فعلا باين قدامك انه مدرب ملط، انت مصمم عليه وقاعد وبتعاند ليه؟ ما هي سهله اهي. كابتن احمد عبد الرؤوف اهو حلها لك. الحمد لله عوده مدرسه الفن والهندسه من جديد. الزمالك بيفوز على طلائع الجيش 3-1 وبيصدر الضغط على الاهلي اللي ماتشه خلاص كمان اقل من ساعه. الزمالك عمل جيم كويس قوي قدام طلائع الجيش، ادى المطلوب، جاب جون في الشوط الاول وقدر يحافظ على الجون دوت، وقدر يغطي الجون باتنين وتلاتة، وده اللي كان ناقصك دايما، ان انت بتجيب جون وتنام عليه. شفت بقى لما بتغطي الجون بجون الدنيا بتبقى سهله ازاي، وبتخرج بالثلاث نقط والدنيا بتبقى حلوه. طب والكابتن احمد عبد الرؤوف اللي جه في وقت صعب جدا وفي وقت ضيق قدر يعمل اداء كويس مع الزمالك. اكيد بصمته ما بانتش، ولكن هي مش محتاجه مدرب بروفيسور، يعني هي محتاجه دماغ والله مش اكتر من كده. وكل الدعم ليه الفتره الجايه انا والله العظيم معاه، يعني بكل ما املك. انا شايف ان في الفتره دي الزمالك محتاج مدير فني فاهم، مش مهم يكون مدير فني عالمي، انت محتاج توظف اللعيبه في الملعب صح بس مش اكتر من كده. وده اللي عمله كابتن احمد عبد الرؤوف، وقدر يوظف اللعيبه صح وتشكيله كويسه متوازنه، قدر ينزل يخلص بيها الماتش والدنيا جميله وسهله، من غير بقى ولا فزلكه ومن غير عنده ومن غير يعني الشغل اللي كان بيحصل ده. يا رب يا رب يعني الاهلي يعملها معانا كده زي ما قلت لكم في اول الفيديو ويفرحنا كلنا، يكمل الفرحه.